تحية رياضية مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كل الرياضة عبر شاشة AMP. سنخوض معركة إسقاط الاتحاد حتى لو بقينا وحدنا، هكذا أعلن أمين سر نادي الأنصار. فكيف لنادي الأنصار ممثلا بأمين أسراره السيد وضاح الصادق بأن يطالب برحيل اتحاد أوصل لبنان للتصفيات الأخيرة لأول مرة في إنجاز تاريخي؟ لماذا يطالب الأنصار برحيل اتحاد ناجح بدرجة امتياز وبشهادة الوسام الذي ناله قبل أيام؟ ألم يكتسب هذا الاتحاد الشرعية المطلقة من صغار الأندية وكبارها؟ أليس اتحاد اللعبة الحالي هو الأكثر كفاءة؟ أليس حلف الفضول الذي يضم 3 أندية من الدرجة الثانية وبدعم متأخر من الأنصار يمثل نقطة في بحر بقية الأندية الموافقة على بقاء الاتحاد وإلى الأبد؟ لكن في المقابل لماذا لا نرفع القبعات احتراما لشجاعة نطق بها السيد وضاح، وهو ما لم يفعله أكثرية الإداريون الجبناء والخائفون على كراسيهم كما وصفهم أحد الإداريين؟ أليس أغلب هؤلاء من يهمسون في السر أكثر وأعظم بما نطق به أمين سر الأنصار؟ لماذا لا تمتد الأيادي للسيد وضاح الصادق في حملة استعادة اللعبة، أم أن الأندية سعيدة بواقعها كمتسولة على أبواب أهل السياسة؟ أليس وضاح الصادق رجل يعرف من المستديرة ما يجهله أكثرية أعضاء الاتحاد، وهو إداري كفء وناجح بشهادة الأقربين والأبعدين، ويجب الاستفادة من خبراته وقدراته المتعددة؟ وإلى متى سيبقى اتحاد كرة القدم في لبنان يأتي نتاجا لتركيبات طائفية معقدة يعجز عن حلها إبليس نفسه؟ أسئلة كثيرة ومثيرة نطرحها على أكثر المعنيين بما أسلفناه. الأستاذ وضاح الصادق أمين سر نادي الأنصار. أستاذ وضاح، أهلا وسهلا فيك، ضيف عزيز اليوم باستديوهاتنا. شكرا أستاذ محمد، أعطيتني بالمقدمة أكثر بكثير ما بستحق. نعم طبعا تستحق، خاصة على شجاعتك اللي نطقت فيها. لو يمكن شوي تأخر حتى يجي الصوت يقول لكل اللي عم نشوفه من كل الشوائب بكرة القدم اللبنانية. أستاذ وضاح، اليوم يمكن السؤال يلي بيبادر لذهن الجميع، ليش الآن أنتم ليش هلا عم بتطالبوا بإسقاط الاتحاد، خاصة بعد رحيل الأستاذ رهيف علامي يلي استقال ومنصبه أيضا كان راح يزاح؟ خلينا نوضح بداية موضوع نعم. المطالبة بإسقاط الاتحاد. نحن قلنا وأعلنا أكثر من مرة نحن نطالب بإسقاط عدم وجود الخطة في الاتحاد. نعم. ما عندنا مشكلة مع الأعضاء والأشخاص، بالعكس نحن الأعضاء الموجودين هن الأقرب لنا يمكن على مستوى الصداقة الشخصية. نعم. كان رئيس الاتحاد كامل الأعضاء، كل الأعضاء يعني. أكيد كامل نعم. الأعضاء. يمكن أول مرة بيكون في اتحاد نحن نعم. أصدقاء ومقربين من كامل الأعضاء، ولكن ما بيمنع أنه اليوم في نادي وفي أندية، والأندية دائما أنها هي تملك اللعبة. نعم. اليوم الاستهتار والتراخي بتطوير عمل الأندية بيؤدي لنفاذ الصبر. مش اليوم بلشنا المعركة، إذا بتذكر من سنتين ونحن عملنا نادي، أنا من سنتين اجتمعت مع اللجنة العليا. نعم. كنت بعدني عضو مجلس أمنا في نادي الأنصار، اجتمعت مع اللجنة العليا وقدمنا مشروع ووعدنا بتحسين ظروف اللعبة. وصلنا لبداية الموسم وعملنا أكثر من اجتماع، وإذا بتذكر من 3 شهور طلب الاتحاد من الأندية تعيين ممثلين في لجنة. صح. للتداول بنقطتين، وهالنقطتين أخذوا من جلسة كانت قبل بيومين مع رئيس الاتحاد. نعم. نقطة توقيع اللاعبين، يلي اليوم البلد لبنان هو البلد الوحيد اللي فيه عبودية لاعبين، اللي نحن كنادي يمكن في ضرر بلحقنا إذا تغير هالقانون، ولكن ما لازم نفكر باللعبة كنادي، لازم نفكر باللعبة كلعبة بكاملها وكمصلحة لاعبين. والموضوع الثاني هو موضوع نظام البطولة. نعم. تشكلت اللجنة، وأكيد ما تم استدعاء أي حدا لأنه دائما عم يكون الموضوع داخل المكاتب وما بيخرج للخارج. وصلنا خلص صوت العبارة خلص النقطة اللي أفاضت الكأس فينا نقول بعد. أكيد مباراة الأنصار والنجمة هي كانت النقطة اللي أفاضت الكأس. اليوم غياب الاتحاد وهالاستهتار بهالشكل لمباراة بهالحجم